البيت فاضي كده ليه يا رب عليكي؟ البيت فاضي عليكي كده ليه يا رب؟ اتحسدت يا رب؟ ايوه يا جماعه انا اتحسدت. بصوا البيت اللي كان كله بيشع قطط وحاجات وحلويات وطاقه ايجابيه ما بقتش في حاجه خلاص. اتحسدت والله يا جماعه، حاسه والله. ليه في ناس تخش تقولي كل دي قطط تعمل لي كده؟ فاهمين؟ يعني خدوا بالكم من جيرانكم ولا من ضيوفكم، بيقولوا كده. كارلا رجعت يا جماعه اهي الحمد لله بخير، ها، بعد ما خدت شاور. انا كنت حالفه ما ادخلهاش بس يلا، الثواب عند الله. اعمل ايه؟ بنتي ما اقدرش اسيبها في الشارع، دي بنتي وما اقدرش ارميها في الشارع. ماشي. وده الولا باسيو. الله، فين بقيت قططك يا رباب؟ قططي مش عايزه اقول لكم موسيقى، عايزه اقول لكم قططي تعبانه. عندي بيلا وبيتا تعبانين يا ولاد، وبيتا انا عازلاه عشان كده مش هقدر اجيبه، شكله فظيع. وبيلا عندها برد، بس انا ماشيه معاهم بقى بالمضاد الحيوي وكده وربنا يستر. والله باكلهم بالعافيه وربنا ياخد بيدهم ان شاء الله. وبقيه القطط انا عازلاهم يعني حبساهم، عشان كوكي طبعا ما ينفعش انها تتجوز، وحاطه شحبر وتوته في الاوضه معاها عشان ما تبقاش لوحدها يعني. وكده كده عشان بيعملوا لي بيبي بره، بطلع امشيهم كل يوم شويه في الشقه كده، يقعدوا معايا في وسطيه حواليا، وبعد كده بدخلهم اول ما احس ان هم عايزين يعملوا بيبي بدخلهم بقى جوه. ماشي. انا دلوقتي بقى مولعه لهم على الغدا، هم فطروا يعني، مولعه لهم على الغدا وربنا ييسر الحال. ادعوا لي يا جماعه، انا اتحسدت. اروح اقرا كل اعوذ برب الفلق وبخر كده، يمكن ربنا ييسر الحال ان شاء الله ويتم شفاهم على خير. ادعوا لهم، ها، ادعوا لبيتا وبيلا. يلا سيبكم على خير حبايبي، السلام عليكم.